السلام عليكم يا أصدقائي. أنا مي وجيت لكم في حلقة جديدة من برنامجنا على خطى الحبيب. النهاردة هنتكلم عن كنز ربنا حطه في حياتنا كل يوم، بس كتير قوي مننا بينساه أو بياخده كأنه هو شيء عادي جدا. وهو إيه؟ نعم ربنا اللي حوالينا في كل لحظة. يعني مثلا كل نفس بناخده نعمة، كل خطوة بنمشيها على رجلينا نعمة، كل يوم بنصحى فيه بصحة كويسة نعمة، كل يوم بتسمع فيه صوت حد انت بتحبه نعمة. بس المشكلة ان الانسان لما بيتعود على النعمة بينساها وبيفتكرها، بس للأسف لما بتضيع منه. وده اللي خلى بعض السلف يقولوا ان الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وهوضح بقصة كده صغننة عشان نفهم اللي أنا بقوله ده معنى ايه. القصة بتقول إن كان في شاب صغير اسمه زين، دايما كان بيبقى متضايق ومش راضي عن حياته وحاجات كتيرة قوي مش حلوة. بيصحى الصبح دايما يشتكي من الشغل، مرة يشتكي من الحر وشوية يشتكي من الزحمة. وفي يوم وهو ماشي رايح الشغل تعب فجأة جدا، وللأسف راح المستشفى واتقاله انت عندك دور برد شديد جدا ومحتاج راحة. وقعد 2 أو 3 في السرير مش قادر يتنفس كويس وتعبان قوي. وقتها بس افتكر ان النفس اللي كان بياخده بسهولة ده نعمة، وافتكر ازاي كان بيجري وبيتكلم وهو كويس من غير ما يحس ان دي نعمة. ولما بدأ يتحسن قال لنفسه انا كنت بشتكي ليه؟ لان ربنا كرمني بنعم انا عمري ما شكرته عليها. ومن اليوم ده بقى كل يوم الصبح يقول الحمد لله على نفسي، الحمد لله على صحتي، الحمد لله على اهلي، والحمد لله على كل لحظة انا مش حاسس بيها. يعني اوقات كتير بنبص للي ناقص وننسى ان اللي عندنا ده نعمة كبيرة قوي لغيرنا. يعني في حد بيتمنى صحة زيك، او بيتمنى بيتك، او حتى ابتسامتك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنبي كمان قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وأحيانا كمان ربنا بيديك وأحيانا بيمنع عنك، لكن في الحالتين هو بيختبر حبك وصبرك. النعمة مش دايما فلوس ومش دايما نجاح، ممكن تكون طمأنينة أو راحة قلب أو حتى ستر ربنا ليك. يعني لو بتاكل وانت مرتاح دي نعمة، ولو عندك أهل بيحبوك فدي نعمة. حتى انك لسه بتغلط وبتتوب وترجع لربنا فدي نعمة عظيمة جدا. ولو تقدر تصلي وتدعي فدي اكبر نعمة من ربنا. ودلوقتي هقولكوا شوية نصايح حلوة قوي من السنة، زي مثلا ان احنا نبدأ يومنا بالحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كل يوم الصبح الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. تاني حاجة نحمد ربنا على كل شيء حتى البسيط، لما تشرب مية وانت كويس، لما تركب عربية، لما تضحك مع اصحابك، لما تحس ان انت قادر تخرج وماشي على رجليك كويس قول الحمد لله. تالت حاجة كل يوم بالليل قبل ما تنام اكتب 3 نعم واحمد ربنا عليها، هتلاحظ بعد اسبوع انك بقيت شايف الخير كله وفي كل شيء. رابع حاجة شارك النعم مع غيرك، يعني لو ربنا وسع عليك اسعد غيرك بحاجة بسيطة، ابتسامة، كلمة طيبة، صدقة أو حتى دعوة. وفي النهاية يا أصحابي اللي بيحس بنعم ربنا عمره ما يعيش حزين، لأن كل لحظة فيها هدية وكل يوم جديد هو فرصة إنك تقول فيها الحمد لله. يا رب دايما نشكر نعمك ونحس بيها في كل لحظة. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة يا أصحابي، أشوفكم في حلقة جديدة من على خطى الحبيب. وما تنسوش نعيش زي النبي بخلقه وسنته.